5 سياحة كان بقى كده لحد عمود السواعي أو المتحف الروماني، مش المسرح الروماني عشان في فرق طبعا. بصوا، تمثال لأبو الهول وادي عمود السواعي اللي واخد مساحة كبيرة جدا جدا وهو في المنتصف بس فوق. هنا دخلت أول حاجة. دخلنا تحت كده ففي أثارات وأحجار كلها من الجرانيت الأحمر والأسود والبني، منقوش عليها بالفرعوني رموز ونقوشات ورسومات، كلها أكيد بتعبر عن حاجة. بس للأسف ما كانش فيه أي حد يعني بيشرح لك أي حاجة موجودة. مفيش إلا بس اللوحة دي مكتوب عليها شرح للتمثال اللي موجود، إن هو كان تمثال ملك اسمه رمسيس الثاني من الجرانيت الأحمر، وإن هو قاعد على العرش وماسك بإيده اليمين الصولجان. طبعا الرؤوس مش موجودة، معظم التماثيل غير مكتملة، راح عليها الزمن واتعرضت طبعا لزلازل وأيام. ده حيوان برضو كانوا هم يعني بيحبوا قوي الحيوانات ويقدسوها طبعا زمان. العمود السواعي من القرن الثالث أيام الملك بطليموس